السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ احلى زبادي هتعمليه للسحور هيطلع معاكي مظبوط، مفيهوش اي غلطة، متماسك. شايفين الجمال وليه وش وحاجة كده، اللهم بارك، جميلة جدا. تعالي معايا اقولك انا عملته ازاي. اول حاجة هجيب اللبانة بتاعتي وهنزل فيها ب2 كيلو من اللبن. لو انتي اول مرة تعمليه، ممكن لو عايزة تجربي في كيلو، مفيش اي مشكلة. هقولك برضو المقدار بتاع الكيلو هتعملي ايه. هنا بقى كان معايا، فضيت اول كيلو وده التاني كيلو هفضيه. ولازم اللبن بتاعك يكون كامل الدسم، لو ما تجيبهوش يكون خفيف، لا هاتيه كامل الدسم عشان يطلع معاكي بوش ويبقى كويس معاكي، ويكون وجايباه من عند حد موثوق فيه. بصوا بقى، انا فضيت تاني كيلو. هبدأ بقى ان انا ارفعه على النار، هسيبه لحد ما يغلي. اهم حاجة في الخطوة ديت ان انت تغليه كويس، اللبن يتغلى كويس، مش اول مثلا ما يجي يفور كده تطفيه، لا، تسيبيه لحد ما يغلي كويس، ياخد غلوة واتنين وتلاتة، مفيش اي مشكلة، اقفي قدامه لحد ما يغلي. بصوا انتوا شايفين هنا كان بادئ بقى ان هو يغلي. بصوا كان عمال بيرفع ازاي، ما طفتش على طول، لا ما طفتش غير لما خلاص بقى كان كان على وش اللبانه بتاعتي. كده بقى هبدأ ان انا في الخطوه دي هبدأ ان انا اسيبه يبرد تماما، زي دمع العين. تسيبيه ان هو يبرد، بعد ما يبرد هتجيبيه زي ما انت شايفاه كده، اهو كان برد وبقى زي دمع العين. هبدأ ان انا اجيب علبة زبادي، والسر في علبة الخميرة بتاعتك. يعني لو جبتي زبادي فيه مية او فيه شرش او كده، مش هيخمر اللبن معاكي. عشان تبقي عارفة، هتحطي الخميرة بتاعتك وهيطلع الزبادي مش مختوم كده وحلو، لا. انا هنا كنت جايب علبة زبادي، اللهم بارك، كانت باينة عاملة ازاي. هتحطي على كل كيلو معلقتين كبار، معلقتين زبادي كبار. انا هنا حطيت علبة زبادي كان حجمها كبير، فضيتها كلها على ال2 كيلو. تمام. رحت مقلباه ومدوباه كويس جدا، لا ما يبقاش فيه اي تكتلات. بعدها جبت الطواجن بتاعتي، حطيتها في الصينية او تحطيها في كوبايات او كاسات، اي اللي انت عايزاه تعملي فيه الزبادي. كده حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي كانت طواجن عندي، غسلتها ونشفتها كويس. اهم حاجه الطواجن او الكوبايات بتاعتك ما يبقاش فيها اي نقطه ميه. تبداي ان انت تصبي اللبن في قلب الطواجن بتاعتك بالشكل دوت. بتكون في المرحله دي قبلها تكوني مسخنه الفرن جامد، تسخنيه درجه حراره، وتجيبي كاتل وتمليه ميه وتمليه وتسيبيه يغلي زي ما انت شايفه كده، وتحطي لحد ما يطلع لربع الطاجن او نصه، على حسب الطاجن عندك قد ايه. تمام، اهو كان طلع لربع الطاجن. الميه لازم اهم حاجه تطلع معاكي لربع الطاجن. بعد كده هتجيبي فوطه زي ما انت شايفه كده، وتبداي ان انت تغطيها. انا هنا هبدأ ان انا اغطيها بس وانا مدخلاه الفرن على طول. هدخله الفرن ويقعد 6 ساعات، مش اقل، 6 ساعات او اكتر، ويطلع معاكي بالشكل القمر ده. شايفين الزبادي وجماله ده؟ كان لسه طالع، قعد 6 ساعات ولسه طالع متماسك، واللهم بارك، الوش بتاعه جميل جدا. ما يفرقش اي حاجة عن اللي بتجيبيه من بره. متنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة.